السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة عندنا المحاضرة الرابعة في الميكروبيولوجي كورس. المحاضرة دي هنتكلم على الفرق بين بروكاريوتس أند أيوكاريوتس، أو بصيغة تاني بروكاريوتيك سيل أند أيوكاريوتيك سيل. طب إيه الفرق بين الاتنين؟ الفرق الجوهري عندنا في الاسم. بروكاريوتس دي كلمة لاتينية. طب يعني إيه كلمة برو؟ برو لوحدها معناها بيفور، والكاريوتس اللي هي كاريون معناها نيوكلس. يعني معناها before the nucleus. يعني ايه؟ يعني cells without true nucleus. دي بالنسبه ايه؟ للبروكاريوتس. طب ايوكاريوتس كلمه ايو معناها true، والكاريوتس معناها nucleus. يبقى يعني ايه ايوكاريوتس؟ ايوكاريوتس معناها ان السيلز دي عندها true nucleus. ده الفرق الجوهري بين كلمه بروكاريوتس وايوكاريوتس. طب احنا دلوقتي هنقارن بين الاثنين من حيث 7 حاجات. اول حاجه عندنا من حيث النيوكليس. قلنا من حيث النيوكليس ان البروكاريوتس ما عندهاش نيوكليس without true nucleus. طب الجيناتيك ماتيريال الدي ان اي بيبقى موجود فين؟ الدي ان اي بتاع البروكاريوتس بيبقى موجود in the cytoplasm، بيبقى فري في السيتوبلازم في منطقه بنديها اسمه نيوكلويد. المنطقه دي هي المنطقه اللي بيبقى موجود فيها الجيناتيك ماتيريال بتاعت البروكاريوتس. تمام؟ يبقى بالنسبه للنيوكليس قلنا cells without true nucleus. البروكاريوتس ما عندهاش true nucleus. طب الدي ان اي بتاعها بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود في السيتوبلازم في منطقه بنسميها نيوكلويد. دي المنطقه اللي بيبقى موجود فيها ايه؟ الجيناتيك ماتيريال بتاعه البروكاريوتس. طب امثله على البروكاريوتس البكتيريا والاركيا، دول بنتكلم عليهم از بروكاريوتس. طب الايوكاريوتس عندنا قلناهم من المحاضره اللي فاتت، اللي هم طبعا الانيمالز والبلانتس والفونجي اند البروتيستا، دول الممالك تبع الايوكاريوتس. طيب من حيث بقى النيوكليس في الايوكاريوتس عندنا فيها ترو نيوكليس، سيلز وذ ترو نيوكليس. طيب هي عندها ترو نيوكليس، بيبقى موجود جواها ايه؟ بيبقى موجود جواها الجيناتيك ماتيريال اللي هو الدي ان اي. الدي ان اي بيبقى موجود ان ذا نيوكليس. ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا. يبقى الفرق بين البروكاريوتس والايوكاريوتس من حيث النيوكليس، قلنا البروكاريوتس ما عندهاش ترو نيوكليس، الجيناتيك ماتيريال فري في السيتوبلازم، موجوده في منطقه اسمها ايه؟ بنسميها نيوكلويد. بينما الايوكاريوتس عندها ترو نيوكليس، الدي ان بتاعه بيبقى موجود فين؟ بيبقى موجود ان ذا نيوكليس. طيب ده كان بالنسبه لاول حاجه عندنا. طيب تاني وجه مقارنه عندنا من حيث الدي ان اي فورم، من حيث شكل الدي ان اي. شكل الدي ان اي في البروكاريوتس مختلف عن الايوكاريوتس. في البروكاريوتس عندنا الدي ان اي بيبقى سيركلر، الدي ان اي عندنا بيبقى دائري دبل ستراندد. بينما في الايوكاريوتس الدي ان اي بيبقى لينير، بيبقى خطي دبل ستراندد دي ان اي. يبقى تاني وجه مقارنه عندنا من حيث الدي ان اي فورم، شكل الدي ان اي. في البروكاريوتس الدي ان اي بيبقى سيركلر دائري دبل ستراندد دي ان اي، بيبقى دبل ستراندد سيركلر. ده فين؟ في البروكاريوتس. بينما الايوكاريوتس بيبقى اللينير دبل ستراندد دي ان اي، الدي ان اي بيبقى خطي اهو، بيبقى دبل ستراندد لينير دي ان اي. ده كده بالنسبه ايه؟ بالنسبه للدي ان اي فورم، شكل الدي ان اي في البروكاريوتس والايوكاريوتس. في البرو بيبقى الدي ان اي دائري، بينما في الايو بيبقى ايه؟ بيبقى خطي لينير دبل ستراندد، والاثنين بيبقوا دبل ستراندد دي ان اي. طيب ثالث وجه مقارنه عندنا من حيث الجين اكسبريشن. من حيث الجين اكسبريشن في اختلافات بين البروكاريوتس والايوكاريوتس. طب ايه هي الاختلافات؟ اول حاجه عندنا حاجه اسمها الانترونز. الانترونز دي عباره عن نون كودنج ريجن. نون كودنج ريجن بتبقى موجوده في الايوكاريوتس ومش موجوده في البروكاريوتس. دي ايه؟ دي الانترونز. ده كده اول حاجه عندنا. طب تاني حاجه في البروسيس من حيث عمليه الترانسكريبشن والترانسليشن. الترانسكريبشن والترانسليشن اللي هي عمليه النسخ والترجمه، في البروكاريوتس الاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم. بينما في الايوكاريوتس لا، الترانسكريبشن النسخ بيحصل في النيوكليس، بينما الترانسليشن بيحصل فين؟ بيحصل في السيتوبلازم. ده من حيث الجين اكسبريشن في البروكاريوتس والايوكاريوتس، الاثنين مختلفين عن بعض. من حيث البروكاريوتس قلنا ان نو انترنس، البروكاريوتس ما عندهاش انترنس، ما عندهاش نون كودينج ريجن. طيب تاني حاجه قلنا ان الترانسكريبشن والترانسليشن بيحصلوا فين؟ بيحصلوا في السيتوبلازم، الاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم. طيب الايوكاريوتس عندها انترنس، والانترنس دي احنا بنتخلص منها في عمليه الترانسكريبشن عن طريق حاجه اسمها بوست ترانسكريبشن موديفيكيشن. عمليه اسمها ايه؟ عمليه اسمها السبلايسنج. يبقى السبلايسنج دي بتحصل في الايوكاريوتس ليه؟ عشان اتخلص من الانترنس اللي هي النون كودنج ريجن. تمام؟ طيب الترانسكريبشن في الايوكاريوتس عمليه النسخ بتحصل فين؟ بتحصل في النيوكليس. بينما الترانسليشن بتحصل فين؟ بتحصل في السيتوبلازم.
ده كده بالنسبه لثالث فرق بين البروكاريتس والايوكاريتس. قلنا البرو ما عندهاش انترونز، والترانسكريبشن والترانسليشن الاثنين بيحصلوا في السيتوبلازم، بينما الايو لا عندها انترونز، وبنتخلص من الانترونز دي عن طريق ايه؟ عن طريق السبلايسنج. وقلنا الترانسكريبشن بتحصل في النيوكلاس اللي هي النسخ، والترجمه بتحصل فين؟ في السيتوبلازم. طيب رابع فرق بين الاثنين من حيث الرايبوزومز. من حيث الرايبوزومز البروكاريتس عندها الرايبوزوم بيبقى اسمه 70 اس، بيبقى عباره عن ايه؟ اللارج سب يونت 50 اس والسمول سب يونت 30 اس. وهنا حته مهمه جدا جدا، 70 اس دي مش جمع، يعني ما ينفعش اقول 50 زائد 30. 70 اس دي الاس دي اختصار لحاجه اسمها سيفيتبرج، سيفيتبرج يونت. طب دي عباره عن ايه؟ دي مش يونت حسابيه، نوت اديتيف، يعني انا مش بجمع الاثنين دول، دي بتقيس حاجه، بتقيس معدل الترسيب في الطارد المركزي، بتقيس حاجه اسمها سيديمنتيشن ريت، بتقيس معدل سرعه الترسيب في الطارد المركزي. طب دي بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على ثلاث حاجات، بتعتمد على الماس الكتله، والدنستي الكثافه، والشيب والشكل. هي مش قيمه حسابيه، ودي مهمه جدا. يبقى بالنسبه للرايبوزومز يعني ايه 70 اس؟ اس دي اختصار لحاجه اسمها سيفيتبرج يونت. احنا هنا مش بجمع بقول 50 اس بلس 30 اس، لا انا هنا مش بجمع. سيفيتبرج يونت دي اختصار لايه؟ اختصار لكلمه 70 اس. طب دي عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بتقيس معدل سرعه الترسيب، بتقيس معدل سرعه الترسيب في الطرد المركزي اللي هي اسمها سيديمنتيشن ريت. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الكتله والكثافه والشكل. تمام؟ دي حته مهمه جدا. يبقى ال 70 اس دي موجوده فين؟ في البروكاريتس. الرايبوزوم مختلف في البرو عن الايو. في البروكاريتس بيبقى 70 اس رايبوزومز، 50 اس اللي هي اللارج سب يونت، و30 اس اللي هي سمول سب يونت. طب في الايوكاريتس بيبقى عندنا لارج رايبوزوم، بيبقى كام؟ بيبقى 80 اس. اهم حاجه نفهم ان الاس دي مش قيمه حسابيه، مش جمع حسابي، دي اختصار لكلمه ايه؟ سيفيتبرج يونت، اللي هي بتعمل ايه؟ بتقيس معدل سرعه الترسيب في الطرد المركزي اللي هي السيديمنتيشن ريت. بتعتمد عليه؟ بتعتمد على الماس الكتله، والدنستي كثافه، والشيب والشكل. طيب خامس حاجه عندنا هنقارن بين البروكاريتس والايوكاريتس هي ممبرين باوند اورجانيلا. ممبرين باوند اورجانيلا اللي هي الاورجانيلا اللي موجوده جوه السيل. البروكاريتس ما عندهاش حاجه، ما عندهاش الاورجانيلا دي. طب الايوكاريتس لا موجوده. طب ايه هي الاورجانيلا؟ في البروكاريتس ما عندهاش، ابسنت. ايه هي بقى اللي موجود في الايوكاريتس مش موجود في البرو؟ الميتوكوندريا اللي هي عمله الطاقه، الجولجي بادس، والاندوبلازميك ريتيكيولا. ممبرين باوند اورجانيلا يعني الاعضاء اللي هم ذات غشائين، اللي عندها تو ممبرين وهكذا، دول موجودين في الايوكاريتس مش موجودين فين؟ في البروكاريتس. امثله عندنا الميتوكوندريا، الجولجي بادس، الاندوبلازميك ريتيكيولا، دول موجودين في الايو مش موجودين في البرو. طيب سادس وجه مقارنه بينهم هو السيل وول. من حيث السيل وول البروكاريتس مختلف عن الايو. البروكاريتس عندها السيل وول، ولكن الاثنين مختلفين عن بعض في التركيب الكيميائي. في البرو بيبقى عندنا اسمه بيبتيدوكلايكان. بيبتيدوكلايكان ده اللي موجود في البكتيريا. وهنا ملحوظه مهمه، احنا بنتكلم على البروكاريتس بنتكلم على البكتيريا والاركيا، الاثنين مختلفين عن بعض في السيل وول. في البكتيريا بيبقى عندنا بيبتيدوكلايكان بيبقى فيه ميوراميك اسيد، بينما الاركيا ما عندهاش الميوراميك اسيد. دي حته مهمه، بس كوجه عام البروكاريتس السيل وول بتاعها بيبقى اسمه ايه؟ اسمه بيبتيدوكلايكان. طيب في الايكاريتس في نوعين من السيل وول. في السيليوز ده اللي موجود في البلانتس، اللي موجود في النباتات، وفي الكيتين ده اللي موجود فين؟ موجود في الفانجي. يبقى لو جينا قارنا من حيث السيل وول هنقول في البروكاريتس عندنا في سيل وول من ايه؟ من البيبتيدوكلايكان. طب في الايوكاريتس عندنا في حاجتين، في السيلولوز ده موجود في النباتات، وفي الكيتين ده موجود فين؟ موجود في الفانجي. طيب اخر وجه مقارنه عندنا من حيث السيل سايز، حجم الخليه. من حيث السيل سايز البروكاريتس اصغر من الايوكاريتس. البروكاريتس بتبقى من 0.1 ل 5 مايكرومتر، بينما الايوكاريتس بتبقى لارجر، بتبقى اكبر من البرو، بتبقى من 10 ل 100 مايكرومتر. ده كده بالنسبه للفروقات بين الاثنين. اهم حاجه الفرق الجوهري ان البروكاريتس عباره عن ايه؟ عباره عن خلايا without true nucleus، بينما الايوكاريتس عباره عن خلايا فيها ترو نيوكلاس موجود جواها الجيناتيك ماتيريال. وحته الرايبوزومز قلنا الرايبوزومز بيبقى عباره عن 70 اس في البروكاريتس و80 اس في الايوكاريتس. ومن حيث الجين اكسبريشن البروكاريتس ما عندهاش انترونز، ما عندهاش نون كودنج ريجن، والترانسكريبشن والترانسليشن الاثنين بيحصلوا فين؟ بيحصلوا ان ذا سيتوبلازم، بينما الايوكاريتس لا،
عندها انترونز بتخلص منها عن طريق ايه؟ عن طريق السبلايسنج. والترانسكريبشن بتحصل في النيوكليس، بينما الترانسليشن فين؟ في السيتوبلازم. ومن حيث الدي ان اي فورم قلنا البرو بتبقى السيركلر دبل ستراندد، بينما الايو بتبقى اللينير دبل ستراندد دي ان اي. ده كان بالنسبه للفروقات بين بروكاريتس اند ايوكاريتس اللي هي بصيغه ثانيه بروكاريتيك سيل اند ايوكاريتيك سيل.